السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل كده بسكوت سهل جدا جدا ومقاديره بسيطة خالص. وزي ما انتوا شايفين كده مقرمش جدا، شايفين وانا بكسر لكم البسكوت عاملة ازاي. مقرمشة وجميلة جدا والطعم حلو قوي قوي. ومقاديره بسيطة خالص خالص، ممكن تلاقيها موجودة في كل بيوتنا هنا معايا بولة حاطة فيها كده بيضتين، وكمان نزلت بكوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هضيف لها بقى ظرف من الفانيليا. لو ما فيش فانيليا عندك في البيت ممكن تحط بشر برتقان او بشر ليمون. لو مش متوفر الفانيليا عندك في البيت، بشر الليمون او بشر البرتقان، حاجة منهم هتنفع ان شاء الله. وهنقلب كده المقادير كده مع بعضها. هنخلط بقى البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا بالشكل ده، نضربهم كويس جدا لغاية ما اللون يفتح كده معايا زي ما انت شايفة كده. لو عندك مضرب كهرباء ينفع، ما عندكيش مضرب يدوي زي ما انا بعملها كده بكل سهولة، مش هتاخد مني وقت خالص ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين خلاص في 5 دقايق بكون مخلصة. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. هحتاج للبسكوت بتاعي 3 كوبايات دقيق. هنزل بنص المقدار كده من الدقيق على الخليط بتاعي وهقلب. قلبي بقى بمعلقة، تقلبي بأي حاجة زي ما انت شايفة كده. قلب الخليط كده مع بعضه، وبعدين هنزل بباقي كمية الدقيق، وكمان هضيف لهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. معلقة كبيرة كفاية، ما نحطش الكيس كله، لا معلقة كفاية على المقدار ده. وهبدأ بقى اعجن بايديا زي ما انتوا شايفين كده. هلم العجينة واعجنها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، ومقادير مفيش اسهل من كده. هنعجنها كويس جدا بالشكل ده. هتحاولي تلم العجينة كده وتعجنيها كويس. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، علشان طبعا البيض بقى غالي والزيت وكل حاجة، فبنحاول نعمل كده اي حاجة كده تعجب الولاد، وتكون برضو مقادير بسيطة على قدنا، علشان برضو نفرح ولادنا بأي حاجة نعملها. ونحاول ما نضغطش على نفسنا برضو. شايفين العجينة عاملة ازاي بعد ما عجنتها؟ ما شاء الله، عجينة طرية جدا جدا، ملمسها طري جدا، تلاقيها معاكي طرية ومش بتلزق في ايدك. اهم حاجة تكون هي طرية جدا، بس ما بتكونش بتلزق في الايد. هتشكليها بقى بأي شكل انت عايزاه. لو حابة تشكليها زي ما انا بعملها كده بالمعلقة، انا بشكلها كده، باخد شكل المعلقة وبقطعها بالسكينة كده، بعملها زي ما يكون فرع ورد كده. لو حابة انت تعملها اي شكل انت عايزاه. هي العجينة جميلة ما شاء الله، وهتنفع في كل حاجة. شايفين شكلناها بكل سهولة. تلات كوبايات دقيق، وبيضتين، كوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من الزيت، وفانيليا، ومعلقة بيكنج باودر. عملوا لي كمية كبيرة، كمية حلوة جدا جدا من البسكوت، كمية تقعد معايا شوية. ما شاء الله، عملت كمية كبيرة ومقادير بسيطة خالص، 3 كوبايات دقيق بس. زي ما انتوا شايفين كده بشكلها بكل سهولة بالمعلقة. لو حابة تصغري وتعملي بمعلقة صغيرة، لو حابة تعملي بمعلقة كبيرة، لو حابة تعملي اي شكل تاني غير دون براحتك انتي. العجينة جميلة جدا وطرية وحلوة، هتبقى في ايديكي تشكليها زي ما انت عايزة. شايفين ما شاء الله بتطلع بكل سهولة. شايفين الرسمة بتاعتها حلوة جدا. طريقة سهلة للبسكوت، سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي.
حلوة جدا، وما ندهنش الصينية لا زيت ولا اي حاجة، يعني مش مهم ندهن خالص الصينية اي مادة دهنية، لا. هي كده كده العجينة بتاعتنا فيها الزيت بتاعها وكل حاجة، فبمجرد بس ما تستوي في الفرن هتطلع معاكي بكل سهولة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ الشكل تحفة وكمان عجينة جميلة جدا جدا، والطعم هيعجبكم بإذن الله. نجيب كده اي معلقة زي ما انتوا شايفين كده. حبيت اقربها لكم شوية علشان ايه، التصوير كان من بعيد شوية، حبيت اقرب لكم علشان لو حد مش اخد باله. بنحطها على المعلقة كده وبنشكلها ايه بالسكينة بالشكل دون. اي شكل بقى تحبيه اعمليه. طريقة سهلة جدا وبسيطة يعني. شايفين انا عملت ده بمعلقة صغيرة شوية. تشكليه على حسب ما انت عايزة. شايفين ما شاء الله، يعني حطيته على الرف اللي في النص في الفرن. شايفين بسكوت جميل جدا، وريحته وطعمه بجد جميل جدا، يعني يستحق التجربة. شايفين ما شاء الله، والسوا بتاعه حلو جدا في الفرن، يعني ببقى اخده بالي منه، يعني مش تحطيه في الفرن وتنسيه، لا تاخدي بالك، لان مش بياخد وقت خالص في الفرن. 10 دقايق لو الفرن سخن، او 5 دقايق بالكتير تلاقيه استوى معاكي في ثواني يعني. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.